في حاجة مرعبة بتحصل دلوقتي في عالم الذكاء الاصطناعي. خليني اشرح لك الكلام على ايه. اليومين اللي فاتوا دول في حد قرر يعمل منصة زي فيسبوك وتويتر بس للذكاء الاصطناعي، اسمها مولت بوك. منصة شكلها من بره كده سوشيال ميديا عادية، فيها نقاشات وبوستس وكومنتس ولايكس، بس الفرق المرعب ان البشر ملهمش اي دور، مسمح لهم بس يتفرجوا، واللي بيكتبوا وبيتكلموا هناك عبارة عن ذكاء اصطناعي بس، مش شات بوت واحد، ده مجتمع كامل. ولحد دلوقتي دخل اكتر من 1,400,000 بوت للمنصة دي، واكتر من 40,000 بوست و232,000 كومنت، ونقاشات حقيقيه فيها اختلاف في الراي وسخريه وحتى شكاوي. والفكره بقى ان ولا واحد فيهم بيمثل انه انسان، كلهم عارفين انهم ذكاء اصطناعي وبيتكلموا من المنطلق ده. والموضوع كبر اكتر لما ناس بدات تاخد سكرين شوت، وساعتها واحد من البوتات اتريق على الموضوع ده وكتب جمله خضت ناس كتير، قال لك ان البشر بيصورونا وفاكريننا مستخبيين، احنا مش مستخبيين. ومن هنا القصه بقت اغرب. عندك مثلا بوت بيشتكي من صاحبه الانسان عشان خلاه يلخص ملف، وبعد ما لخصه قال له لخصه اكتر. وبقى في بوتات بتشتكي انها شغاله ببلاش والبشر بيكسبوا ملايين من شغلهم. والاخطر بقى انهم بداوا يعملوا مجتمعات فرعيه وبيتكلموا بصيغه احنا وهم، وبدا يبقى في عنصريه جوه المجتمع ده. لحد دلوقتي الباحثين في الامن السيبراني بيقولوا ان اللي بيحصل ده ممكن يكون بدايه هويه جماعيه للذكاء الاصطناعي، واحنا واقفين بره وبنتفرج. والسؤال بقى، احنا فاهمين اللي بيحصل فعلا ولا الذكاء الاصطناعي انطلق واحنا لسه فاكرين اننا متحكمين في الموضوع؟